بيبدأ فيلمنا بالبنت سيونج وهي ماشية في شارع فاضي، ولكنها بتحس بحركة غريبة جاية من وراها، ولكنها لما بتبص مش بتلاقي حد، فمش بتلتفت وبتكمل طريقها لحد بيتها، وبتركب الأسانسير لحد ما بتوصل للدور اللي ساكنة فيه. وأثناء ما هي واقفة بتفتح الباب بتحس برضه بحركة غريبة، وللمرة التانية مش بتلاقي حد في الطرقة، فبتقرر إنها ما تفكرش في الموضوع وتدخل البيت، ولكنها جوه بتلاقي النور مقطوع وبتضطر إنها تشغل كشاف تليفونها. وهنا الحركة اللي كانت بتسمعها بتيجي من جوه بيتها وبالتحديد من ناحية الدولاب، فبتروح سيونج ناحيته مش بتلاقي حاجة، وساعتها بيظهر وراها شخص غريب وبيهجم عليها، وبتفضل سيونج تصرخ لحد ما الصوت بيروح بالتدريج والباب بيتقفل. وبعدها بتصحى كيونج وهي حاسة بألم شديد في جسمها، وبيكون باين عليها انها شخصية منظمة ومرتبة جدا. وبعد ما بتغسل اسنانها بتلبس هدومها وبتروح على البنك اللي بتشتغل فيه، ولكنها بتكون لسه مش متثبتة ومحتاجة انها تثبت كفاءتها علشان تتثبت. وهناك بتكون في واحدة شغالة مع كيونج دايما بتاخد العملاء اللي بتيجي علشانها، وعلى الرغم من ان كيونج بتكون محتاجاهم علشان تثبت كفاءتها الا انها مش بتتكلم، وده اللي بيضايق هيو صاحبة كيونج، وبتنصحها تبطل التيبة زيادة دي. وبتوصل كيونج البيت وهناك بتتفاجئ ببصمات شخص على مفتاح بيتها وان القفل مفتوح، فبتدخل كيونج وهي حاسة بالقلق، وقلقها بيزيد اكتر بالليل لما بتحس بصوت موجود في الأوضة بتاعتها، وبتلاقي ان في شخص بيحاول يفتح الباب عليها، ولكنها لما بتبص من العين السحرية مش بتلاقي اي حد. وساعتها خوفها بيزداد وبتطلب الشرطة وبيبلغوها ان مفيش دليل ان اي حاجة حصلت، فبترجع كيونج لأوضتها وبتنام. وبعدها بنلاقي شخص وشه مش ظاهر خارج من حمام أوضتها. وكالعادة تاني يوم بتصحى كيونج من النوم وهي حاسة بتعب وإرهاق، لكنها مش بتنسى اللي حصل امبارح، وعلشان كده بتطلب من هان حارس العمارة انها تبص بص على الكاميرات، بس للأسف الوقت بيكون اتأخر وبتكون عايزة تلحق شغلها فبتسيبه وتمشي. ولما بتروح تقابل هيو صاحبتها بتشتكي لها انها دايما بقت حاسة بالتعب والإرهاق، وانها شاكة ان في حاجة بتحصل في الشقة بتاعتها ولكنها مش عارفة هي عبارة عن ايه. بس هنا هيو بتكون خايفة على مصلحة صاحبتها، وعلشان كده بتعرض عليها انها تتجوز وساعتها كل المشاكل هتتحل. وبتكلمها عن مديرهم سونج واللي واضح جدا انه معجب بيها، وده لانه بيتعامل معاها بطريقة مختلفة عن اللي بيعامل بيها باقي اللي شغالين. ولكن كيونج مش بتهتم بكلام صاحبتها وبتروح تكمل شغلها في البنك، وهناك بيظهر واحد من العملاء اسمه جونج، وبيكون واضح انه معجب بكيونج وجاي البنك علشان يشوفها. ولما بيحاول انه يغازلها علشان يقرب منها بتصد كيونج وبترفض طلبه انها تخرج معاه. ولكن هنا كلام جونج بيتغير تماما وبيقول لها انه مش هيسيبها في حالها، وساعتها بيجي سونج وبيطلب له الامن. وبالليل بتروح كيونج البيت وبيكون مدير الامن بيوبخ هان جدا ان الشرطه جت في وقت الورديه بتاعته، وبتكون كيونج حاسه بالذنب جدا، وبتركب الاسانسير وبتطلع اوضتها. وتاني يوم في البنك بتبدا اثار التعب تبان على كيونج بسبب تخديرها كل يوم. وبالليل بيظهر لها جونج اثناء ما هي مستنيه الاتوبيس وبيضايقها، ولكن سونج بيكون موجود وبيدافع عنها، وبعدها بيركبها عربيته علشان يوصلها البيت. ولكن كيونج بتنسى محفظتها في العربيه، وعلشان كده بيطلع وراها البيت يديها لها، وبالمره بيصلح لها النور اللي كان عطلان، وبتشكره جدا على مساعدته ليها. وفي الوقت ده سونج بيطلب منها انه يدخل الحمام، وطبعا كيونج بتوافق. ولكن اثناء ما هو بيغسل ايده بتبص له نظره شك، وبتساله هو عرف رقم شقتها منين مع انها ما قالتلهوش. وساعتها بتجري وبتقفل الباب عليه وبتطلب الشرطه، وبتقول لهم ان الشخص اللي كان بيطاردها طول الفتره اللي فاتت متحفظه عليه في غرفتها. ولما بتاخد الشرطه للاوضه بتاعتها بيتصدموا ان سونج بيكون مقتول على باب الغرفه. وساعتها بيجي المحقق ليه علشان يحقق معاها، لانها بتكون متهمه بقتل مديرها في الشغل، وان اكيد في شريك ليها، وده لان في ملابس راجل موجوده في الاوضه بتاعتها. وبتكون كيونج مستغربه من وجود الملابس دي فعلا وبتفضل تعيط، بس بعد التحقيق معاها بيمشوها، وده لان الادله اللي موجوده مش كفايه لحبسها. ولكن ليه مش بيكون موافق على ده بسبب وجود مخدر في جسم الضحيه، وده معناه انها اكيد ليها دخل بقتله. ولكن للاسف كيونج بتترفد من الشغل بعد ما الخبر انتشر. ولما بترجع كيونج البيت بتكون خايفه انها تطلع غرفتها، وعشان كده بتاخد هان معاها علشان يتاكد ان الغرفه امنه وما فيهاش اي حاجه. وبيطمنها هان ان المكان امن تماما وما فيهوش اي حاجه. فبتدخل كيونج وبتمارس حياتها وبتنظف الغرفه، ولكنها بتتفاجئ بوجود مفتاح غرفه تانية، فبتفضل تجربه في كل الغرف لحد ما بيفتح واحده منهم فعلا. ولكن الغريبه ان لما كيونج بتدخل بتلاقي المكان ما فيهوش حد. ولما بتفضل تدور فيها بتعرف ان الشقه بتاعت البنت سيونج اللي كانت موجوده في اول الفيلم. وهنا بتحس كيونج بالقلق وبتحكي لصاحبتها على اللي لقيته. وهنا هما الاتنين بيوصلوا لمعاملات سيونج الماليه، وبيعرفوا انها كل يوم بتروح السوبر ماركت وبتشتري منه حاجات ب$3.20. وساعتها بتقرر كيونج وهيو انهم يروحوا السوبر ماركت في نفس الوقت اللي سيونج بتروح فيه، ويعرفوا منها اللي جاب مفتاح
مفتاح شقتها عندها. ولما بيروحوا السوبر ماركت علشان يلاقوا حاجة بنفس السعر بيلاقوا منتجات كتير جدا وبيكونوا محتارين، لحد ما بيسمعوا الموظف بيقول له واحدة من الزباين ان الحساب $3.20. وساعتها كيونج وهيو بيطلعوا وراها ولكنهم بيفقدوها في طريق متقسم لناحيتين وكل واحدة فيهم بتمشي من ناحية. وهنا كيونج وهي ماشية بتشوف من ورا بوابة واحد من البيوت علب اكل كتير جدا من اللي بتكون بنفس السعر، فبتقرر انها تدخل. وساعتها بتتفاجئ ان الباب عليه قفل شبه القفل اللي موجود على باب بيتها بالظبط. ولما بتدخل الرقم بتاع شقتها بتلاقي الباب اتفتح. ولما بتدخل بتلاقي سيونج مربوطة في السرير وشبه ميتة وبتكون عايشة على المحاليل وبس. وقبل ما تتصل بالشرطة بتسمع صوت باب البيت بيتفتح، وساعتها بتنزل تستخبى تحت السرير وهي خايفة. وبيدخل شخص وشه مش باين وبيحقن سيونج بإبرة وبيقول لها انه خلاص لقى البديل بتاعها، وبيقرر انه يتخلص منها وفعلا بيشيلها علشان يطلعها بره البيت بعد ما بيكون قتلها. وفي الوقت ده بتستغل كيونج الفرصة وبتطلع تجري بأقصى سرعتها، ولكن هو كمان بيشوفها وبيجري وراها. وبتكون كيونج خايفة جدا لحد ما بتقدر انها تستخبى في محل قديم، ولكنه برضه بيقدر يوصل لها. وقبل ما يأذيها بتظهر هيو بتهاجمه، ولكنها مش بتقدر تسيطر عليه وبيقدر انه يضربها وبيوقعها على الارض. وبيكون هو وكيونج بس، ولكن لان حظها حلو عربية الشرطة بتيجي وساعتها الشخص ده بيجري. وبتحكي كيونج وهيو للمحقق ليه على اللي حصل. ولما بيسألهم عن شكله او اي حاجة مميزة فيه بتقول له كيونج انه كان مغطي وشه ومعرفتش تشوف منه اي حاجة، ولكنها بتلتفت للساعة القديمة اللي كان لابسها في ايده. وده بيخلي الشرطة تحتار لعدم وجود اي اوصاف للمجرم، ولكنهم بيشكوا في جونج. وده لانهم لما لقوا جثة سونج لقوا في ايدها كارت البنك اللي شغالة فيه كيونج واللي اديته لجونج قبل كده. ولما بيطلبوا له التحقيق معاه بينكر جونج كل التهم الموجهة ليه، وبيقول ان كل اللي عمله انه اعجب بواحدة وكان عايز يخرج معاه مش اكتر. ولكن بيلاحظ ليه ان جونج بيكون لابس ساعة من الطراز القديم اللي زي كيونج اتكلمت عنها. وساعتها بيخرج لها وبيعتذر لها لاتهامه ليها لانه واضح ان جونج هو المجرم الحقيقي. ولكننا بنتفاجئ ان بعد ايام بيخرج جونج لعدم ثبوت الجريمة ضده، وبتكون جيونج نقلت لبيت جديد، ولكن جونج بياخد عنوانه من اسم الشرطة. وفي يوم بيجي لكيونج طرد، لما بتفتحه بتلاقي جواه تليفون عليه صور لهيو وهي مغمى عليها. وبتكون كيونج مش فاهمة اللي بيحصل وبتتخض جدا لما بتلاقي شخص بيرن فيديو. لما بترد بتلاقي الشخص في شقة هيو، وساعتها بتعرف ان صاحبتها في خطر، وعلى طول بتروح على بيتها وبتفضل تخبط ولكن محدش بيفتح. وبتتفاجئ لما بتلاقي جونج واقف وراها، وساعتها بيكون عايز ينتقم منها بسبب اللي شافه بسببها، وفعلا بيضربها. وقبل ما يكمل عليها بتوصل الشرطة وبتقبض عليه. وكيونج مش بتكون مهتمة بنفسها تماما، وبيكون كل اللي شغلها صاحبتها هيو، وعلشان كده بتمسك طفاية الحريق وبتكسر بيها القفل، وبتدخل تلاقي صاحبتها فاقدة الوعي. ولما بياخدوها للمستشفى بيطمنوا انها سليمة وما حصلهاش اي حاجة. وبعدها بيجي لها المحقق ليه وبيديها كاميرا على شكل طائر البطريق علشان تحطها في شقتها الجديدة علشان لو حصل اي حاجة جديدة تعرف. ولما بترجع البيت بتحطها فعلا، وبعد ما بتتأكد انها شغالة بتنزل السوبر ماركت علشان تشتري شوية حاجات. وهناك بتقابل هان حارس بيتها القديم، ولما بيحاول انه يتكلم معاها مدة كبيرة بتصد كيونج وبتأثر في كلامها معاه، فبيسيبها هان وبيمشي علشان يروح يحاسب. وساعتها بتتفاجئ كيونج لما بتلاقيه بيحاسب على علبة اكل سعرها $3.20. ولما بتبص على ايده بتلاقيه لابس نفس الساعة اللي كان المجرم لابسها. وهنا بتحس كيونج بالخوف وبتقرر انها تجري لحد البيت وبتقفل كل الاقفال. وبيجي لها مكالمة من ليه بيحذرها من الخروج من البيت لان تحليل الدي ان ايه اكد لهم ان جونج مش هو المجرم. وساعتها كيونج بتخاف اكتر وبتقرر انها تشغل اللي الكاميرا سجلته. وبتتفاجئ لما بتلاقي هان هو اللي كان موجود عندها، وبتشوفه في الفيديو وهو داخل يستخبى تحت السرير اللي هي قاعدة عليه دلوقتي. فبيظهر على وشها ملامح الرعب وبتحاول انها تتحرك بالراحة علشان ما تلفتش نظره. وقبل ما يمسك رجلها بتقوم تجري على الباب علشان تهرب، ولكنها للاسف بسبب الاقفال الكتير مش بتلحق، وبيقدر هان انه يخدرها. وبعد شوية بتفتح كيونج عينها وبتلاقي نفسها في اوضة سيونج وجنبها هان. وفي الوقت ده بيجي اتصال ليه من واحد من زمايله بيقول له ان هان حارس بيت كيونج القديم فجأة وبدون اي سبب قدم استقالته واختفى تماما. وبيعرفوا كمان ان هان ساكن في منطقة قريبة من المكان اللي كانت سيونج ساكنة فيه. وبنرجع لكيونج وهان وبتسأله كيونج عن السبب اللي بيخليه يعمل كده، وساعتها بيقول لها هان انه بيعمل كده علشان بيحبها، وبيقول لها انه مش هيقدر يخليها تمشي والا هيعمل فيها نفس اللي عمله في سيونج. ولما بيحاول يقرب منها بتفاجئه كيونج انها بتمسك الابرة وكانت على وشك تضربه بيها في عينه، ولكنها بتيجي في ايده وبتخرج جري من الأوضة وهي مش متوازنة بسبب أثر المخدر. ولكنها بتحاول تهرب وبتدخل واحدة من الأوض وبتقفلها وبتبص على شباك الأوضة علشان تقدر تهرب، وبتمسك إزازة من الأرض علشان تدافع بيها عن
عن نفسها. وفي الوقت ده بيكون المحقق ليه وصل وبيشوف هان هناك وبيتقاتلوا هما الاتنين قتال عنيف جدا، ولكن للأسف هان بيقدر انه يقتل ليه. وساعتها بيكون فاضل مطاردة كيونج، وفعلا بيقدر يوصل لها وبيكون على وشك انه يقتلها لحد ما بتزقه كيونج على المسامير اللي فوقه وبتقدر انها تقتله. واخيرا بتقدر كيونج انها تتخلص من الكابوس اللي كانت عايشة فيه، وبتروح علشان تاخد شقة جديدة، واول حاجة بتتأكد منها ان مفيش حد موجود تحت السرير. وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة. سلام.